بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة ونيسان صني. طبعا العربية اللي معانا مغيرة نص خلفي. طبعا الصنايعي اللي عامل الشغل طبعا مش واضح الشغل طبعا في القوايم. طبعا مصفي المعجون. طبعا القلم مش بيمسك في القوايم من الخارج، لكن لما فكينا الباكيتة بتاعت الجنب زي ما احنا شايفين كده مع بعض، في هنا معجون واضح قدام مننا عشان مش اي حد يمسك قلم ويمشي وراه وخلاص. طبعا هنا في شغل جوه القايم نفسه، دليل على ان في قطعيه لما هنرفع العربيه هتبان. طبعا الشغل اللي معمول شغل معمول كويس جدا، ومعمول في الشرقيه على فكره. طبعا هنا طبعا مش واضح في القوايم ان فيها تغيير ولا فيها قطع ولا فيها اي حاجه، القلم بيمسك تمام مفيش اي مشاكل فيه. ولكن لما بنفتح الباكيته نشوف مع بعض كده مع بعض، هنا طبعا الزنب معموله والمعجون متصفي والرش تمام التمام، وواضح ان العربيه يبان عليها ان هي عربيه فابريكا. طبعا العربيه دي اتعملت في الشرقيه، اتعملت في مكان نظيف جدا. واضح هنا طبعا الشغل لما فكينا الباكيته بنلاقي المعجون داخل القايم زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا دي رساله توعيه. طب ما نرفع العربيه هيبان معانا الشغل اسفل العربيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تغيير معمول بطريقه كويسه جدا، الصنايعي كويس، عمل شغله صح بصراحه. طبعا العربيه ديت رخصت على فكره، ما اتكشفتش في المرور ولا حاجه، ولكن الراجل اللي بيشتريها لما اشتراها ورخصها ما فيش اي مشكله خالص. لما جه يبيعها اتكشف معاه الكلام ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا مكان الشغل معمول بطريقه كويسه جدا عشان طبعا ما ناخدش العربيه بالشكل. طبعا ده هنا بنحذر الناس وبننبههم، لان طبعا عارفين ان العربيه سعرها غالي جدا. العربيه دلوقتي مش من الرفاهيه، طبعا لازم نكشف على العربيه في اي مكان يكون ثقه. زي ما احنا شايفين كده مع بعض العربيه معموله بطريقه جميله جدا امنه، ولكن هي مغيره نص خلفي. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.